واهلا وسهلا فيكم مرة جديدة مع فيديو جديد من سفرة سلمى. وصفتنا لليوم الدجاج بالصينية مطفاية بالحامض والثوم على الطريقة اللبنانية التقليدية. والخطوة الأولى رح تكون رح أسلق الدجاج طريقة بسيطة مع المطيبات اللي نحن بنحبها: ورق غار، هيل، بصلة، عيدان قرفة، البهارات الصحيحة. أكيد من بعد ما شلت الزفرة رح ضيف المطيبات، وبدهم تقريبا على النار بين 3 ارباع الساعة والساعة بيكونوا مستويين. وهون رح جهز معي تقريبا شي 4 حبات من البطاطا، قشرتهم وغسلتهم منيح بالماء وقطعتهم بهالطريقة هيدي. وراس ثوم كبير كمان قشرته ودقيتهم، وكوب من الحامض. رح جهزهم بينما يكون استوى الدجاج. وهون بس استوى معي الدجاج رح صفهم بالصينية كرمال دخلهم على الفرن. صفيت الدجاج بالصينية وقليت البطاطا، فينا نقليها نص قلية أو نشويها شوي بالفرن أو بالإير فراير. هلا بنقدر نضيفها نية، بس أنا بالنسبة إلي إنه أطيب تكون، وهيك بيرغبوها الأولاد يعني. فأطيب إنها تكون مقلية أو مشوية شوي. فخليت حبات بطاطا من فوق وحطيت حبات بطاطا تحت الدجاج للي بحبها مع المرقة، او اللي بحبها تكون عم تقرش، وكرمال نرضي جميع الاطراف. فهيك هلأ رح دخلها على الفرن، مشغل الشواي من فوق. وهيدي النتيجة من بعد ما دخلتها على الفرن، ما أخدت كتير وقت. هلأ رح ضيف الحامض والثوم، ومن بعد ما ضيف الحامض والثوم رح ارجع ادخلها شوي صغيرة. وهيدي وصفتي لليوم. بتمنى تكون عجبتكم الطريقة، بسيطة على طريقتي الخاصة. بس اجمالا هيدي صينية دجاج وبطاطا تقليدية لبنانية. بتمنى تكون عجبتكم وصفتي، واذا عجبكم الفيديو ما تنسوني من الاشتراك واللايك والكومنت. وانا دايما بانتظار ارائكم او بانتظار اقتراحكم لوصفات جديدة.